اهلا بيكم يا حبايب محمود كمان في اول حلقات المونديال. متنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاء قطر والاكوادور وانجلترا وايران. حاليا هولندا والسنغال بيلعبوا، لكن هنتكلم عن مباراة قطر والاكوادور في البداية، وهنتكلم عن لقاء انجلترا وايران. هنتكلم اول حاجة على التنظيم. تنظيم رائع جدا، الاحتفالية جميلة جدا، لكن الاداء كان سيء جدا بالنسبة لمنتخب قطر. منتخب مترهل جدا، حارس بيفكرنا، فاكرين الجول بتاع فيلم مرجان احمد مرجان؟ هو نفس الحارس بالظبط. سعد الشيب كان سيء جدا، متوتر جدا، وتر لعيبه قطر بزياده جدا قدام منتخب من المنتخبات المتوسطه على مستوى العالم، لكن ادى اداء قوي جدا. لعب بالهاي بريسنج، خوان انطونيو فالنسيا، كايسيدو. فريق الاكوادور فريق منظم جدا. في اول لقاء لعب على الهاي بريسنج واحرز هدف من ضربه جزاء لفالنسيا، والهدف الثاني كان لنفس اللاعب. الشوط الاول انتهى على 2 لا شيء. الشوط الثاني منتخب الاكوادور كان بيلعب ان هدي وانا هدي، كده كده كسبان 2-0. الناحيه الثانيه منتخب قطر وسانشيز المدير الفني الاسباني لا حول له ولا قوه. منتخب قطر محتاج شغل كبير جدا جدا على مدار البطوله، ومحتاج حلول كتيره جدا بالنسبه للعيبه. اتمنى التوفيق للمنتخب القطري، لكن اتوقع ان هو هيخرج من الدور الاول. نروح على المباراه الثانيه، مباراه انجلترا وايران، وتألق لعيبه ايران بيلينجهام وهاري كين ورحيم ستيرلينج وبوكايو ساكا اللي فاجئني بصراحه في خلال اللقاء، حرز هدفين. الفريق الانجليزي بيلعب منتخب ايران، واضح ان الفرق ان هي هتكون حصلت المجموعه، بتبدا مع الفرق القويه من خلال المجموعه. منتخب ايران مع كارلوس كوروش لم يؤدي اي شيء، لكن الحارس بتاعه اتصاب في بدايه اللقاء. ومنتخب انجلترا تفوق على المنتخب الايراني قولا وموضوعا. طبعا مهدي تميمي احرز هدفين، لكن منتخب انجلترا تفوق ب6 اهداف مقابل هدفين. بيوجه رساله شديده اللهجه لجميع المنتخبات القويه ان المنتخب الانجليزي من الممكن بقوه ان ينافس على البطوله. اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب. محتاج اشوف رايكم في الكومنتات. وفي اخر الكلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.